واحد السلام عليكم يا اغلى وارقى متتبعات صحاباتي الزوينات والمهمات الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي احوالكم تكون طيبه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اكيد نصليو على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو اختي زوين بزاف وانا متاكده غادي يعجبكم. غادي نشارك معكم هذا النهار، هذا النهار الكبير. انا فرحانه، جايين عندي صحاباتي وجيراني، الناس ديال الصخيرات القدامين اللي راكم كتعرفوهم، متتبعات القدامات ديالي كتعرفوهم. جايين اختي يباركوا لي الدار، مرحبا والف مرحبا، وفرحت بهم ودازت واحد العشيه زوين. واخا يدي بوحدي حاولت نصور لكم، ما نفلت لكم حتى شي لقيطه اختي باش دوزوا معايا الاجواء وكي داز النهار وكي داز التحضيرات. المهم خليكم معايا في الفيديو، ما تنساونيش اختي من لايك وتعليق زوين، ونبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنبدا معكم، نعطيكم طريقه مفصله على كسكسو، وهاد الطريقه راه غادي تجيك ناجحه الا كانت عندك تانتي شي عراضه ولا المهم شي كسكسو هماوي. انا راه علموني الصراحه السيمانه الفايته، المهم السيمانه ديال العطله غادي يجيو عندي. قلت لهم كانوا عندي الضياف راكم عارفين، جلو حتى السيمانه الجايه. ايوا صافي هما كانوا غيجيو غير الكود، قلت لهم لا اجيو اختي للغدا. المهم غادي نقول لكم المقادير. خديت هنا البنات هاد الطنجره هذه، درت فيها 2 معالق ديال الخرقوم، 2 معالق ديال السكينجبير، معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال القزبوريات، ودرت واحد القريصه ديال الملحه في الاول ما كثرتش، ودرت بسيبيسه وقعقله. كسكسو كيجي فيه بسيبيسه وقعقله يا سلام. 2 معالق ممسوحين، هادشي كنهضر لكم على المعالق الصغار ديال بسيبيسه وقعقله. خديت البنات هنايا 2 ضويمات ديال الزعفران، حيت غادي نطيب 3 ديال الدجاجات. راه صايب 2 قصريات، واحد القصريه واحد الدجاجه كنا غادي نديروها صدقه حتى هي تخرج لبرا، اللي مكتب عليه ياكلها. صافي البنات درت هذا الشيء وما درتش في الاول نهائيا زيت بطبيعه الحال. ديال التشرميله ديال الدجاج راه غسلته بليله قبل. المهم راني قلت لكم كنغسلو بالحامض والملح وكنقيه بعدا مزيان، وكعرفتي شحال كيشد لي ضوء ديال الوقت حيت كنبقى تابعه كنفليه، وكنديروا الملحه كنعطيه الملحه والحامض وسكينجبير وشويه ديال الفورص، وكنبيتو اختي مرقاد. عاد كنشلو كنخليه كيقطر مزيان. وهاد الشرموله الا درتوها في الليل من الاحسن يبات فيها شحال ما بات الدجاج مشرمل مزيان. انا راه ملي تصليت الفجر دائما كيكون عند الضياف صافي كنصلي الفجر ما كنعاودش نرجع للناس اللي كنشرملو بهاد التشرميله اللي قلت لكم. دابا راكم عارفين دابا كسكسو ما غاديش نحتاجو نقطعوا الربيع، ما يحتاجوش نديرو الثومه بحال المحمر، غنديرو فيه غير هادشي اللي قلت لكم. صافي غادي ندهنهم مزيان دوك الدجاجات وتقبتهم هكا بداك العود ديال الشوا باش كيتشربوا ديك التشرميله مزيان. شوفوا فوقاش وراه ما نصبتهم، قولوا حتى لديك 9 ونص هكاك، من الفجر حتى 9 ونص من مورا الفجر. صافي ربطت ليهم رجليهم وخليتهم اختي مرقدين هنا. صافي ملي وصلت الوقيته ديال النصيب زدت واحد المعلقه كبيره ديال السمن. انا ما عنديش داك السمن الحار القاطع، ولكن كيعطيو هذا السمن اللي عندي كيعطي واحد البنه هذا هو التالي ديالو. داكشي اللي بقى درتو معايا من مكناس صدق زوين. المهم معلقه كبيره ديال السمن، وكنكب الماء. راه الماء عادي زعما مطيباه ما والو. والدجاج ما كنغطيوش دائما، الدجاج كنخليوه غير هكاك حد الرجيلات وصافي. هنايا جيت البنات درت 3 ديال المطيشات و2 ديال البصلات وشويه ديال القرعه الحمراء. القرعه الحمراء انا خديت كيلو حيت منها غير واحد الربيع، درتو قطعتو درتو هنا في الهاشوار مع 3 ديال المطيشات متوسطين و2 بصلات حتى هما متوسطين. كنطحنهم مزيان في الهاشوار. وهاد الطريقه هذه راه كنشاركها معكم حتى ملي كنبغي نصب كسكسو عادي لا ضيف لا والو، كديريه مع شويه دجاج ولا شويه اللحم. كنقول لكم حكوا سميتو حكوا هذه القرعه الحمراء. ملي كتحكوا القرعه الحمراء ومطيشه وكتزيدوهم في المريقه كتعطي واحد الخطوريه يا سلام. المهم داكشي اللي طحنت النص ديالو كبيتو هنايا في هذه المريقه ديال الدجاج، والنص غادي نخليه حتى من بعد حتى نبغي نفور كسكسو ونديرو في ديك المريقه اللي غادي نرد في البرمه. صافي هنا غادي ندير واحد الربيطه ديال الربيع. والطنجره البنات ما كنغطيهاش ما كنزمتهاش، ضروري كتخليوها منفسه. راه ديما كنقول لكم حتى في الدجاج المحمر كنخليها منفسه ما كنزمتش الغطاء. هنايا خديت كاس ديال الزيت مخلط ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، مزجتو حتى بدا كيغلي. هاد المريقه بدات كتغلي والدجاج بدا كيدخلوا الطياب. كنقلبوا انا بداك نيت العود ديال الشوا. صافي راه بدا كيدخلوا الطياب. هنايا الحمص رديته كيتسلق
وتا هو تقرب يطيب. المهم تا هو دخلوا الطياب وكملت ليه بهاد المريقه هذه ديال الدجاج باش كيجي حتى هاد الحمص بنين، باش حتى كيجي غير الحمص بوحدو كتحسي بديك البنه. المهم انا سلقته غير في الماء والملحه، ودابا زدت عليه شويه ديال المريقه ديال الدجاج. خليت الدجاج ديالي يكمل الطياب، وشتو الغطايه ديال الطنجره ما كنزمتهاش. الحمص تا هو خليته كيكمل الطياب ديالو. المهم هاد الحمص تقليه طياب. واصلا ملي كنبغي نتقضى، ملي كنمشي نتقضى الصراحه شي حاجه ملي كيكون عندي الضياف كنبقى بحال مثلا العطار قلت له عافاك عطيني شي حمص يكون مزيان طياب راه جايين عندي الضياف، باش كتحاولي كيعطيك شي حاجه مزيانه. المهم هنايا خديت البنات البصله، والله ما عرفت شحال درت، واش 2 كيلو واش. المهم بقيت نشلض في ديك البصله وانا نبكي، نقطع وانا نبكي تعمرت هاد الكوكوط. بالنسبه للعطريه اللي درت، المهم درت بعدا كاس ديال الزيت، هو مخلط ما بين الزيت البلديه والروميه. هاد البصله البنات التفايه غندير التفايه كتبغي كاس يكون عامر مزيان ديال الزيت. درت شويه ديال الملحه، نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره عامره ديال سكينجبير، ومعلقه ديال القرفه، ومعلقه ديال الخرقوم، ومعلقه ديال قعقله وبسيبيسه. قعقله وبسيبيسه البنات راه شريتهم وطحنتهم من راسي في الطحانه في الدار. ودرت هنايا واحد الطويمه ديال الزعفران. صافي كنخلط هادشي مزيان مزيان. المهم نقصت البصله غير على ما نحرك. صافي غادي نغطيها وغادي نديرها البنات على عافيه مهيله. عرفتوا غديروا، انا غادي نوريكم البوطه ديروها باش ما حيت انا ما غاديش ندير نهائيا الماء. هاد البصله هذه غادي نبغيها تهبط بلا قطره ديال الماء. الا مهلتوا عليها البوطه درتوها على عافيه مهيله، خليتها تقريبا البنات غادي نقول لكم شي ساعه الا ربع، ولكن على عافيه مهيله حتى تعسلات ديك البصيله وهبطات. صافي ترخات هبطات. عاد غادي نزيد عليها هنايا راه زلافه كبيره هكا ديال الزبيب اللي غسلتها وكنت مرطبه هاد الزبيب. درت القياس ديال السكر على حساب الحلاوه اللي بغيتو. المهم درت 2 شطوبات ديال السكر. في الاول درت معلقه ديال القرفه، ودابا زدت معلقه ديال القرفه. وهنايا كتشوفوني كنزيد المرقه ديال الدجاج، داك المرق ديال الدجاج نيت اللي كيطيب فيه الدجاج. زدت واحد 3 ديال المغارف باش تجي فيه ديك البنه ديال المرقه ديال الدجاج. صافي وكنحرك مزيان مزيان وكنديرها فوق البوطه. دابا البوطه راها مجهده، وغادي نزيد واحد شويه تقريبا واحد 2 معالق ديال ما زهر، وغادي نخلي الكوكوط معريه، ما غاديش نغطي عليها وغنبقى نحركها. المهم انا راه كنشقى هكا وفي نفس الوقت كنحرك حتى كتعسل. شوفوا اللون ديالها كيفاش كتولي مدغمره ومعسله معلكه. خاصها توصل لكم لهاد المرحله هذه، كتعزل ديك الزويته بوحدها وكتبقى لكم هاد التفايه هذه كتجي البنات لذيذه بزاف. صافي دابا غادي ندوز للقرعه، غادي نعسلها. هذه رفيت لي شاركتها معكم القرعه معسله في واحد العيد. كنت درت كسكسو بالقرعه معسله. خديت مقله درت فيها الزبده، خديت داكشي اللي بقى لي قلت لكم من كيود القرعه، حيدت منه غير واحد الطريف، قطعتها هكا مربعات، زدت عليها واحد القبيصه د الملحه، حيت واخا غادي نعسلو هاد القرعه هادي ضروري ما نديرو فيها ديك الرشيشه ديال الملح. حتى الملح سبحان الله كتعطي داك الذوق ديالها، واخا تكوني تخدمي الحلاوه راكم شفتوا ديال الكيك كنزيدو فيه ديك الرشيشه ديال الملح. صافي كنخلط مزيان مزيان حتى كتلبس بديك الزبده وديك المليحه، وغادي نرد عليها الغلاقه وغادي نخليها حتى كتبدا كترخى. المهم شويه وصافي. راكم عارفين القرعه دغيا دغيا. يا البنات كندير المونتاج، كندير لكم المونتاج في الليل، وعرفتوا الكلاب اش دايرين في الليل كيحيحوا، راكم تكونوا كتسمعوا هاو كنبقى نحبس والو واش ما عندي ما ندير. اختي ما نديرش انا المونتاج نبحو ينبحو ولا يجلسوا. المهم ما تديوش اختي على الصوت، الكلاب راه على برا. منين كنعري على ديك القرعه كنلقاها هبطات. صافي غير كتقيسو هكا بالمغرف كتبان لكم صافي راها ترخات. كنبقى معسانه مزيان. عاد ديك الساعه كتزيدوا عليها السكر ولا سنيده اللي بغيتو، حتى في التفايه زيدوا السكر ولا سنيده. زدت هكا واحد 2 طريفات ديال السكر وهذا، ودرت واحد 2 معالق ديال القرفه غير ممسوحين، ولا ديروا معلقه صغيره عامره مزيان. ودرت هاد الساشي ديال نكهه البرتقال. هاد الساشي هادي اما زيدوا هادي اما الفاني، ولا عندكم هادي ديال زهره البرتقال زيدوها كتعطي واحد البنه. عرفتوا القرعه معسله جات روعه جات بنينه. عرفتوا ملي كتخلطوا هكا كتهزوا واحد الطريف منها مع كسكسو، عرفتي ديك واحد المذاق كيجي زوين. صافي هنايا ضروري البنات تزيدوا الزيت، تزيدوا واحد تقريبا واحد 4 كاس ديال الزيت الروميه زيدوا، وانتم كتحركوا صافي حتى كتشوفوا هاد القرعه تبدل اللون ديالها ولا اللون ديالها مغموق وقفات مابقاتش فيها ديك الزويته. صافي غادي تخليوها على جنب.
هنايا غادي ندوز، غادي نحيد واحد الزلافه ديال المريقه ديال الدجاج، غادي نخليها على الطرف زعما حتى من بعد، وغادي نوريكم فين غادي نديرها. المهم هنايا نقصت ديك المريقه باش غادي نحيد الدجاج من الطنجره. درتو هنايا في هاد اللاطه اللي غادي تدخل الفران. الدجاج راكم عارفين كندهنو بالزبده والكيتشوب والهريسه. هاد المره ما غاديش ندير الهريسه حيت هذا كسكسو مصايبه بالتفايه غادي يكون حلو، فالدجاج غادي ندهنو غير بالزبده والكيتشوب وغادي ندخلو عادي تحمر في الفران. هنا ديك الطنجره من بعد ما حيدت من الدجاج ديك المريقه اللي كانت فيها كبيتها في البرمه باش نفور كسكسو، وداكشي اللي بقى ليا من القرعه ديال القبيله ومطيشه والبصله اللي طحنت زدتو في البرمه، ودرت واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال المطيشه ديال الحك، حتى هي كتعطينا ختوريه المريقه ديال الكسكسو. كنزيدوها في هذه المرحله. وهنايا غادي نزيد واحد المعلقه ديال سكينجبير ونص معلقه ديال الابزار، حيت غادي نزيد شويه ديال الماء. هذاك الماء ما غاديش يكفي باش نسقيو الكسكسو كامل صافي. وخليت داك الماء حتى يبدا يغلي، وجيت لهنا الكسكسو درت 2 كيلو ديال الكسكسو. هذا ديال الكنز المتوسط، ما درتش الرقيق ما درتش الغدير، درت المتوسط. وننصحكم البنات، انا اول مره في حياتي ناخذ كسكسو هذا الكنز لا الماركه زعما ديال الكنز. عرفتوا علاش خديته؟ نهار خديت الصفه 2 المرات وما حشمتنيش اختي قدام الضياف. عجباتني الصفه ديال الكنز. خديت قرار قلت غادي ناخذ كسكسو ديال الكنز. عرفتوا ما شاء الله يا البنات، خصوصا هذا المتوسط عرفتوا كي داير فن زوين بزاف، واللون ديالو صفار وتبارك الله كي كيتشرب الماء. المهم درتو في البانيو تمايا باش راكم عارفين القصعه ما غاديش تهز ليا. رشيته بالماء مزيان وخليته كيتشرب، وجيت لهنايا البرمه من بعد ما غلات مزيان وعاودات. درت خيزو حيت غادي ندير القرعه معسله، وخيزو منين شريته اختاريت داك الغليظ وقطعتوني حتى انا غليظ هكاك باش راكم عارفين باش نزين به يكونوا الطريفات غلاظ. صافي رجعت لهاد الكسكسو خليته كيتشرب داك الماء ما شاء الله تشرب. ديك اللقطه فاش زدت عاوتاني كاس كبير، راني زدت واحد الكاس واحد اخر حيت تبارك الله كيشرب. صافي بقيت كنحلو بيدي ما تخافوش منه نهائيا. شفتو غزال تبارك الله كي كيتنفخ وكيزكى. زدت هنايا تقريبا واحد 8 ديال المعالق كبار ديال الزيت العاديه. في الاول درت له الماء حتى تشرب مزيان، عاد درت له اختي الزيت صافي. وجبت الكسكاس وكنقادو هنا البرمه والكسكاس راني كنت جبتهم واحد 3 ايام ولا 4 ايام قبل ولا مع عند صاحبتي. المهم راه الطنجره راني مسلفاها، البرمه والكسكاس مسلفاهم. هاد الماعن الكبار داكشي زعما الكبير صراحه ما عنديش. ان شاء الله راني فايت لي قلت لكم ان شاء الله كل مره غنبقى نشري حوايج هكا هاد الماعن اختي الغلاط. البنات اختي تقولوش لي كتفوري في البانيو حيت هو اللي غادي يهز ليا البانيو. انا عندي نقي غير ديال سلو غير ديال شي حاجه مهم ديال الماكله، راه ما كنصبن فيه ما والو. هاد الكري نهار تشوفوني جابده تعرفوا راه كندير فيه شي حاجه ديال الطياب، ما كنديرش فيه شي حاجه اخرى. صافي رديت كسكسو تفور التفويره الاولى، خليتوها البنات تقريبا واحد نص ساعه تفور. فهاد الوقيته هادي صافي كان جات صاحبتي وفاء قالت لي انا لقاتني ساليت كلشي. الدجاج صافي طاب كلشي وجدته، القرعه عسلتها، التفايه كلشي وجدته. بقى ليا غير 2 تفويرات ديال الكسكسو حيت الكسكسو كندير له انا 3 تفويرات. التفويره الاولى شاركتها معكم، التفويره الثانيه حتى هي كنرشوه بالماء تبارك الله. رشات عليه المره الاولى ورشات عليه المره الثانيه صافي حتى تشرب داك الماء. رديناه يتفور المره الثانيه عاوتاني حتى تفور تقريبا حتى هو نيت واحد 3 ساعه. عاوتاني حيدناه التفويره الثالثه. المهم هاد التفويره الثانيه والثالثه تكلفات لي بهم صاحبتي وفاء. هذيك الزلافه ديال المرقه اللي خليت في الاول قلت لكم غادي نخليها، هي دابا اللي سقيت بها كسكسو في التفويره التاليه مع الزبده والملحه وداك الكويس ديال اولا الزليفه ماشي كويس زليفه اولا زلافه ديال المرقه. عرفتوا ديك الزلافه ديال المرقه اللي خليت ديال فين طاب الدجاج عطا هنا كتوريني كتقول لي كسكسو فين. قالت لي انا راه به قالت لي انا هو اللي كندير لك كنز. قالت لي راه زوين. قلت لها ما فراسيش، قلت لها انا اول مره نستعملو. عرفتوا عجبني صافي. قلت لكم وفاء قالت لي غير سيري وجدي راسك، كنت مازال ما موجده الصراحه راسي. قالت لي سيري وجدي راسك انا غنتكلف لك بهاد 2 تفويرات ديال الكسكسو اللي بقاو. المهم بقات في الكوزنه كنكلفه ليا بهم. يا اختي مشيت انا طرفت عليا واحد شويه حيت البارح يعني نهار قبل راني مشيت للحمام ضربت يا اختي بواحد مولاتي الفركه تفركت. ضربتها بواحد التحميمه وتقضيت داكشي اللي خاصني. والله لو سهرت على داك الدجاج وكلشي من الحمام اختي الدجاج اختي ما عندنا من دابا اللي ما عندها عوين. جبت هنايا اختي المخوار ديالي درت كحلت هكا العوينات حيت جينا اختي عندها العيالات كحلت عويناتي درت ليكرون ديالي درنا شويه ديال
حمرنا اختي الشنيفات والحنيكات الرويحات ريحنا. ايوا لبسنا اختي المجوهرات وصافي. الدار انا نهار قبل راه سيقت الدار قبل ما نمشي للحمام، عرفتوا البارح درت، سيقت الدار ومشيت ضربتها بتحميمه وجيت لداك الدجاج نقيته. المهم البارح ما جلستش وما نعستش وقيته وفقت بكري باش يكون كل شيء هو هذاك وكل شيء في الوقت، والحمد لله كل شيء كان هو هذاك. وبطبيعه الحال اختي واكيد قبل ما يدخلوا ضيافي خصني نكون انا لابسه مقاده دواتي الحمد لله. كي قلت لكم ما نعست خليتها كتشقشق نقيه. الصباح تخشيت غير في الكوزينه، من الكوزينه ما خرجت حتى دابا طرفت عليا وبدلت ودرت شويه ديال البخور، درت صرغينه ناري البنات صرغينه في النار هادشي وعجبهم عجباتهم هاد الريحه ديال البخور. هاد الصرغينه هادي والعود اللي كيجي عندي كنطلق صرغينه والبخور صراحه فنين. صرغينه فاسيه مسقيه اصيله غزاله هذيك راه غير شويه كيدير 150 درهم. والعود حتى هو زعما داك العود المزيان ماشي داك البخور اللي كيضر في راسي. انكم عارفين راسي كيضرني على سبه، ولكن هذا البخور ماشي داك اللي كيقهر، هو ريحته زوينه ولكن ماشي كيقهر. اختي هنا كنبخركم كنبخر اختي صحاباتي الزوينات كنقول لكم حتى نتوما مرحبا يا اختي والف مرحبا راه بحال الا جيتو عندي الفرحه ديالكم. ايوا درنا اختي شويه ديال الامدح في التلفازه وشويه ديال النشاط المهم العشيه كلها وهي دازت نشاط. انا صافي جيراني راهم صحاباتي دخلوا كاملين. ايوا يا اختي بقينا جالسين ونتعاودوا بقينا نتفكروا داكشي القديم والايامات. والله يا البنات على جماعه دازت غزاله زوينه بزاف. هنا صافي منين ندخلوا باش غادي نحطوا الغداء انا وفاء يدي ويديها. هنايا القرعه خليتها هنايا في المقله، ما بغيتش نكورها من الاول باش نحطها سخونه، كنحاول زعما نحط كل حاجه سخونه. هاد اللوز درتو في الاي فراير حمرته فيها بحسن من الزيت وداك الشيء اللي رطبته في الماء سخون وفسخت له الجلده ديالو ولا القشره ديالو. هذيك القرعه الحمراء نسيت ما قلت لكم راني ملي كنت كنكورها كنمرمدها مبغيتش نحطها هكا كنمرغها في الزنجلان الابيض. وتا داك الزنجلان الابيض راني صهدته ماشي كنحمروه غير كنصهدوه واحد شويه وصافي. صافي كلشي واجد. هنايا كسكسو ها هو سخون سقيتو. شوفوا البنات هاد المريقه كيفاش كتجي خاتره وبنينه بنينه بنينه. وحتى الدجاجه البنات يا سلام فتي طايب كاع انا خديته فات فيه الطياب صافي. وداك خيزو قديته في الجناب. ديك التفايه شوفوا تبارك الله التفايه كي دايره حطيت هكا فوق الدجاج. الحمص كان كيقول لي واحد الراس نخلطو مع التفايه حيت بعض المرات انا كيعجبني نخلط هكا الحمص منين كيتسلق كنخلطو كنزيدو على التفايه. عاوتاني قلت صافي خليه نديرو في الجناب ديال القصعه. المهم كسكسو اختي بريستيج وصافي. هانتوما داك القريعه معسله جربوها بهذه الطريقه عرفتوا راه كتجي زوينه. درتها هنايا في الجنيبات وزدت حتى البيض ديال السمان حتى هو اللي سلقته قشرت. المهم قديت كلشي الحمد لله يا ربي والشكر لله. واخا انا البنات راه صراحه ملي كيكونوا جايين عند الضيف كنبقى نتفتف شويه كنبقى نزير راسي والله انا من النوع اللي كيكونوا جايين عند الضياف كيخصني فهمتوا خصني كنخاف لما تصدقليش الحاجه هذه كندعي سيدي ربي والحمد لله ربي كيدير ليا غير اللي فيها الخير. صافي هنا داك كاوكاو ماشي كاوكاو اللوز اللي حمرت درتو هنايا درتو من الفوق وبقى ليا الحمص هو جاي بنين في المذاق. واخا كتشوفوا هكا راه قلت لكم درت له ديك المريقه ديال الدجاج كيجي بنين. وهادو هما القصيحات اختي ديال الكسكسو شوفوا ليا غير التزيين ديالهم تبارك الله كيفاش جاو. شوفوا المريقه هكا بزليفات خاتره وداك اللوين ديالها كيحمق. جربوا البنات هاد الطريقه هذه ديال الكسكسو بالدجاج والطريقه ديال التفايه وهادشي اللي عطيتكم وتشوفوا كي غادي يجيكم كسكسو غيجيكم يا سلام. غير عطيوه الخاطر اختي وصافي. واكيد ملي كنقولوا كسكسو ضروري يكون معاه اللبن. هذا اللبن تبارك الله صدق زوين. من عند واحد السيده كتبيعو هنا قالت لي وذوقي ملي خديت من عند هذا البيت وقلت لها شوفي رانا ما جيت عندك حتى راني ضايقه. قلت لها راه كناخذو من عندك مره قلت لها راه زوين راني ضايقه داكشي ما جيت. قلت لها شوفي راه جايني الضيف ملي كيكونوا جاي عند الضياف العالم كيسقي لي الخبار. عطيني اختي شي لبن زوين راه جايين عند الضياف اللي مشيت المهم عطيني اختي هذيك راه جايين عند الضياف. صافي البنات تغدينا اللهم اديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. الحمد لله كلشي تكال. هنايا جيت عاوتاني مباشره قلت نعمر واحد البريد ديال اتاي. انا صراحه وفاء كتعاوني يدي ويديها نعمر ديت الماء كيطيب باش نعمر براد اتاي. قلتو غادي نحط داكشي اللي قسم الله
وهذا وصافي نجلس معاهم ونجمع معاهم ونجلسوا على داك البريريد. المهم وداك الشيء النيت اللي وقع عرفتو راه تطيح الظلام وحنا جالسين على داك البراد ديالها حتى يقولها وضحك عليها. والصراحه جمعنا هنا البنات كنوريكم بهاد المملحات هادو عرفتو زوينين. هاد البواطه هادي كدير 16 درهم في هاد البسكوي المالح رقيق ومالح وبالمذاق ديال الفرماج. المهم كاين عندكم جايين الضياف وبغيتو ديروا شي حاجه مملحه تحطوها هكا في الطبيصلات راه زوين. عرفتو فيه المذاق بنين ومقرمشين حتى ليكم هكا بغيتو تنقبوا كيعجبكم داك المذاق ديال الملوحه والمذاق ديال الفرماج. المهم انا راه كيحمقني. ايوا اختي ونكمل لكم. عرفتوا تفكرنا صحاباتنا الاخرين حيت صراحه ما كانوش كاملين. داك العام تفرتكنا عرفتوا. وداك العام انا خويت مشيت للمكناس، امال مشات للحسيمه، رجاء مشات بقيله القلميم، فدوى الناظور، حالا واش قصر كبير ولا قصر صغير، فاطمه الزهراء مشات لمولي ادريس الزرهون. المهم كل وحده فين مشات. انا رجعت للصخيرات وفاطمه هي كانت مشات للصخيرات ولكن دابا مشات للمكناس ورجعت هي للصخيرات. انا مشيت للمكناس ورجعت قال لي مشات للمكناس رجعت للصخيرات. ايوا تفكرناهم وبقينا كنتعاودوا على الايام. والله الا صراحه دوزنا ايامات زوينه بزاف الحمد لله يا ربي الله يدومها صحبه. شوفوا البنات بالنسبه لهذا الشيء كامل دوك المملحات شريتهم صافي دوك التقاوت وداك الشيء. هاد الكيكه هذه ديال بيم كدير 30 درهم زوينه فيها المذاق ديال البراونيز. الحلوه شريتها انا صايبت صراحه. هذيك الكيك ديال الكراميل ان شاء الله الفيديو الجاي ما بقاش لي الوقت باش نصورها لكم. جا الفيديو طويل. هذيك الكيكه ديال الكراميل جات عرفتوا البنات بنينه بزاف. ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم في الفيديو الجاي. ايوا هذا ما كان وهنا غادي نختم لكم الفيديو. شكرا على حسن المتابعه. محمد